ازيكم يا بنات؟ فيديو جديد وحشتوني جدا. اكتر مشكله بتضايق كل البنات هي هيشان الشعر، والاسوأ من كده لما كمان تروحي تعملي شعرك وتلاقي شعرك هايش. والمشكله دي كانت بتواجهني انا كمان، الشعر بيبقى زي واقف، كانت تمنعني ان انا الم شعري لورا لان دايما طول الوقت هلاقي الشمس الذهبيه دي طالعه، فكان بيبقى الشكل مش حلو. اضطر ان انا اقعد احط في منتجات اللي هي تنيم لي الحاجات الواقفه دي، وبرده في نفس الوقت بتفضل المشكله موجوده لغايه ما عملت روتين فكررته كذا مره واثبت انه هو بالنسبه لي تحفه. اول حاجه استخدمت الشامبو وكان فعلا تحفه. شامبو ما بيوقفش الشعر، بيرطب الشعر، ما بينشفوش، دايما بلاقيه في فتح الله. بعد كده خدت معلقه من حمام الكريم ده وضفت سحر ده، هو ده فعلا اللي حللي ده زيت بندق. خدت معلقه صغيره من معالق الشاي على المعلقه الكبيره اللي خدتها من حمام الكريم وحطيته على شعري من دقيقتين ل3 دقايق، وبعد كده غسلت شعري. اللي خلى شعري اول حاجه مترطب كويس جدا، تاني حاجه فيه لمعه رهيبه، تالت حاجه واهم حاجه ان انا بطل البيبي هير اللي عندي يقف. فانتي لو حتى مش هتعملي شعرك وعايزه تعمليه كحمام كريم، طب الزيت على الشعر مفيش اي مشكله فيه، مش هيسبب لك اي مشكله. أنا مع الوقت عمل لي تطريه لشعري. وبعدين انت بتاخدي برده معلقه صغيره جدا، هو ده كلمه السر بتاعه الروتين. ففعلا زيت البندق من اجمل الزيوت اللي خاصه بالشعر. الخطوه الثالثه استخدمت المنتج ده. المنتج ده بديل زيت، هو بيعالج الشعر التالف والمتساقط والشعر المعالج بالبروتين. بحب احط له حاجه تحميه وفي نفس الوقت تديله تطريه مضاعفه. ريحته تحفه حلوه مع زيت البندق ده في الترطيب. اخر خطوه اللي هما مش هيعملوا شعرهم واللي هما بس هيستخدموا الروتين ده كروتين عادي، هتستخدمي بدل السكاي انا انصحك بلوريال. لوريال بالنسبه لي توب 1، يعني انا ما بغيرهوش، هو ده الكريم بتاعي على طول. لو هتاخدي رايي ما بين المنتجين، لو هتعملي شعرك هنصحك بالسكاي، اما لو مش هتعملي شعرك وعايزه حاجه استخدام يومي فهو بلا شك اللوريال. بس يا بنات، وده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. لو استفدتوا من الفيديو وعجبكم اعملوا لايك على الفيديو، وما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه بتاعتي عشان تبقوا دايما معايا في اي فيديو جديد يجيلكوا اشعار. وتابعوا صفحتي على الفيسبوك، بنزل فيها ريفيوهات برضو. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، مع السلامه.